ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هنخرج شويه بره دايره الشوكولاتات المصري، وهنروح شويه لحته كده يعني كان نفسي اعملها من زمان. كان نفسي اعمل فيو للشوكولاته. اول حاجه اللينت اللي هي ال 100%. يعني ايه اصلا 100%؟ او انت المفروض بتدوق ايه في ال 100%؟ ومعانا كمان حاجتين دول جداد انا لقيتهم في فرنسا اخر مره. واحده منهم اسمها بايوتي دونتيل، والثانيه بايوتي جوفريت. انا اسود على الكلام. البايتي دونتيل والبايتي جوفريت دول ايه؟ خلينا نشرح يعني بهدوء كده شويه، لان في ديتيلز كتير في الشوكولاتتين دول. فاحنا هنبدا بالبايت دونتيل، ودي نوار كروستيون، وفي البايت اللي هي الجوفريت نوار كراكونت. طيب ايه الفرق بين الكراكونت والكروستيون؟ قول يا ستموني قول. الفرق عامل زي الكروستيون دي نوع من انواع القرقشه او الكراكرز، نوع من انواع القرقشه او الكراكرز، الحاجه اللي بتقرمش بس بتقرمش بسهوله، ما بتحتاجش ضغط قوي في الاكل. اللي هي الكراكونت اللي هي اللي بتحتاج قرشه جامده زي ما بيقولوا. طيب انا هبدا بدول وبعد كده نبدا بالصوره الاخرانيه دي، غالبا محتاجه شويه ديتيلز برضو لان في جوه خريطه للموضوع. طيب احنا هنبدا على طول وهنقول بسم الله. دارك شوكليت 47%، اراء 47%. طيب يعني اعتقد هتبقى لطيفه شويه، تبقى مسكره حبتين. شوكولاته لينت يا جماعه، هنقول بسم الله. طبعا الشوكليت بتاعت لينت عامله زي كانك بتاكل زبده، يعني بتاكل زبده شوكولاته. لينت حقيقي بتعمل شوكولاته حلوه قوي قوي قوي. طبعا هي حلوه جدا. ودي اعتقد الكروستيون، دي الكروستيون. انا يعني من غير ما اقول، لان غالبا القرمشه اللي موجوده غالبا ده حاجه عامله زي الويفر الخفيف قوي. هي طبعا مش باينه بس تحس كده بقرمشه خفيفه كده في الايه، في البق. انت بتقول كلام كبير. طيب كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه. طبعا مش هقدر اقول وحشه وحلوه. شوكولاته لينت لازم تكون حلوه وقرمشه خفيفه قوي مش هتسمع في المايك. بس طبعا شوكليت مش مسكره، السكر مظبوط لان هي دارك كمان، فالسكر اللي فيها قليل حبتين. احنا هنجرب اللي هي الكراكونت دي. الكراكونت دي غالبا حاجه انشف شويه. الفرق بسيط قوي. النوع الجوفريت ده المفروض ان هو نوع اكل زي البطاطس المقرمشه، هي مش مسكره قوي زي دي. غالبا الويفر بتاع دي بس مسكر سيكه، فازيد حبتين في الطعم. انا عايز اشوف بس الفرق في السكر. انا حاسس ان دي السكر بتاعها اكتر. ديفينتلي السكر بتاع دي كروستيون دي طبعا اتقل، لان غالبا الويفر اللي جوه مسكر. دي حاجه عامله زي البطاطس حبتين، فهي اقل في السكر. طبعا الفرق عشان ادوق واقول اني مسكره من غير حتى ما ابص. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي سكرها ازيد سنه فيها تقريبا، والفرق ما بين دي ودي في 2 جرام. يعني ايه، هم سيميلر قوي في الطعم. اللي انت عامله نوع شوكولاته يعني صعب قوي 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 حد يقدر يميز في الاطعم. طبعا هم ولاد لذينه يعني، هم وبلجيكا وايطاليا وسويسرا ملوك شوكولاته يعني. طبعا حلوين جدا، من تحفه. الفروقات طبعا خفيفه جدا. طيب احنا هنيجي للبرنس الليالي والانتاج السينمائي ده. يعني ايه الاول عشان في ناس مش فاهمه يعني ايه 100% شوكليت. 100% يعني هم مستعملين اكتر حاجه في الشوكولاته دي كاكاو. انت بتتكلم جد؟ السكر بتاعها طبعا واقع في الارض تقريبا مفيش سكر. نص جرام سكر، نص جرام في البتاعه دي كلها، نص جرام سكر. انت كأنك بتاكل كاكاو خالص. ليه دي ممكن تكون في الكالوريز اعلى؟ لان هنا الكالوريز بتاعت مثلا 100% اعلى شويه من الكالوريز اللي موجوده هنا. طب ممكن يكون ليه؟ قول انت بقى. الكالوريز اللي زياده بسبب ان فيها 54 جرام فات، وغالبا ده اعتقد بسبب الفوندو اللي فيها او الفوندات. خلينا نفتح كده. طبعا يعني انا اول مره اجيب 100% او تجيلي 100%. ده المنظر، بص حتى تحس ان انت داخل تحارب غالبا مش داخل تاكل شوكولاته. ما هم شارحين شرح طويل عريض. 100% reveals the strength and richness of cacao beans. The flavor profile delivers strong aromatic cacao taste. عشان في شوكولاتات انت ما بتشمش ريحه الكاكاو فيها. complemented by a perfect balance of acidity, bitterness and French green notes. ده انجليزي دي يا مرسي. دي بعض الكاركترستكس بتاعه القهوه. فالقهوه برضو يعني دايما
دايما مثلا نقول على بوستا مثلا القهوه الروبوستا نقول مثلا عليها بيتر، الارابيكا اسيد شويه. نفس الموضوع برضو في الكاكاو. في بعد كده جوه خريطه، الخريطه دي بتقول على ايه الفروقات ما بين ال70 وال78 ال70 78 وال85 وال90 وال99 وال100. الناس حتى ما بتبقاش فاهمه الفروقات ما بين كل دول ايه. هي الفروقات ببساطه احنا عندنا 4 حاجات في الخريطه دي. اولهم كاكاو من 10 كام، والاماراتسا المراره في الشوكولاته نفسها، دولتشاتسا مسكره قد ايه، بريزيستنسا هي بتدوب قد ايه اسرع في البق. فاحنا مثلا لو هنمسك من ال70% 6 من 10 في الكاكاو، الاماراتزا 6 برضو مره شويه، دولتشاتسا 4 من 10 فهي ما فيهاش سكر قوي. مثلا هنيجي 70 وال90 هنقول ان الكاكاو تحس انت بتذاكر تحس ان انت في ديتيلز لازم تفهمها في الشوكولاته. مثلا من ال70 لل90 هنقول ان في الكاكاو ال90% تقريبا 7 من 10. نفس الكلام في الاماراتزا في المراره 8 من 10 فهي مره. الدولتشاتسا بتبتدي تقل بتبقى 2 فهي اقل سكر. بريزيستنسا هل هي ماسكه نفسها في بقك تدوب بسهوله ولا بصعوبه؟ بتدوب بصعوبه شويه في 99 8. وبعدين ال100% 9 من 10 في الذوبان في البق فهي ناشفه جدا، وعشان تدوب في البق هتاخد وقت. اماراتزا طبعا مره جدا. الكاكاو 10 من 10. احنا هنبتدي نفتح وندوق. Yeah, we think that chocolate is even better than chocolate. طبعا هي متقسمه حتت عشان محدش هياكل الشوكولاته دي مره واحده. احنا هناخد طبعا كيوب واحد، هنجرب كيوب الصغنطوط ده. هنقول بسم الله. طبعا مفيش سكر، هتحس انها مسكت في اسنانك. طبعا هي من كتر ما هي ناشفه شويه. كاكاو بيور وصريح وواضح، عامله زي كانك بتشرب قهوه سك من غير سكر. طبعا هي تحفه. مره طبعا انا بالنسبه لي مرارتها مقارنه بالمراره بتاعه الاسبريسو مثلا، انا بالنسبه لي ده ولا حاجه. فالشوكولاته دي مش لاي حد، الشوكولاته دي لحد بيحب فعلا الشوكولاته، بيحب تيست الكاكاو زي ما هو بيحب تيست القهوه كده. فانت ما ينفعش ات اني بوينت تروح تشتري 100% عشان السكر بتاعها قليل. انت عايز تاخد حاجه سكرها قليل، انت ممكن تبدا من ال 85%. وانا حاسس ان ال 85% اصلا بالنسبه لي انا كتيست ستيبل قوي وبالانسد جدا، لا هي مسكره جدا ولا هي مره قوي، لان البيترنس فيها تقريبا 7 من 10 فهي مش مره برضو بالدرجه. انا عايز ادوق حته كمان. وماله يا اخويا مش عيب. ده الميننج الصريح لان انت بتاكل كاكاو. تحفه حلوه جدا لدرجه ان انا كاني بتمزج بشرب قهوه، حاجه من كوكب تاني. على فكره الشوكولاته لسه في بقي انا ما بلعتهاش، هل هجيبها تاني عشان اكلها؟ ممكن تفضل في التلاجة اخد منها كل شويه حته كده. ما عايز ادوق شوكولاته صرف، يعني انت كانك بتاكل من غير الاضافات اللي عليها. زي كده القهوه دايما يقول لك ايه، اشرب القهوه من غير سكر. فهي عايز تاكل فعلا او عايز تدوق شوكولاته حلوه، دوقها من غير سكر او سكرها يكون قليل قوي. لكن الشوكولاتات اللي بيحطوا فيها سكر كتير وبيحشروها سكر تبقى وحشه قوي. انا قلت كنت لازم اعمل الريفيو ده بقالي فتره، وانا لازم اذاكر كويس للكلام اللي مكتوب كله بالذات في ال 100%. فاتمنى اكون وصلت شويه او المعنى بتاع التيست، لان في ناس كتيره بتروح داخله براسها في ال 100% تيجي تاكل بعدين يقول لك ايه ده، دي طعمها وحش قوي. هو متعود على انه بياكل شوكولاته مسكره، بس هو عمره ما داق طعم الكاكاو بدون اي اضافات. روحي 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 روحي. انا مش هعمل شيلات المره دي صراحه، يعني انا حاسس ان الفيديو ده يكون احسن كده، ان هو ايه يعني حاجه عارف ديسنت كده تليق بال 100% اللي انا عملت لها ريفيو النهارده. سلام.